بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة بإذن الله هنعمل معاكم البسبوسة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي، بسبوسة الحلواني بكراميل السكر. أول حاجة هنحط كسرولة على النار فيها كوباية من السكر، عليها ربع كوباية من المية، تمام كده. وهنسيبها تكرمل على نار هادية زي ما انتوا شايفين. بسبوسة جميلة جدا وهنزوقها بالشوكولاتة. هنا السكر زي ما انتوا شايفين كده ابتدى يغلي، مش هنقلبه خالص، لو قلبناه السكر هيكتل ومش هيبقى حلو. تسيبيها كده وكل شوية حركي الكسرولة بس ما تقلبيش. هنا ابتدى السكر يتكرمل ويدوب زي ما انتوا شايفين. الكرمل اهوت، تكرمليه باللون والدرجة اللي انت عايزاها. عايزاه افتح من كده ممكن، بس انا بحبه الدرجة دي. بعد كده هنحط 3 معالق من السمنة او 3 معالق من الزبدة او سمنة على زبدة، 3 معالق كبار يعني بمقدار نص كوباية. ويا سلام بقى لو حطيتي سمنة فلاحي تبقى بسبوسة بالسمنة الفلاحي خطيرة. هنبدأ نقلب كده زي ما انتوا شايفين، وهنحط كوباية الا ربع من القشطة، وش اللبن او قشطة السوبر ماركت زي ما انتوا شايفين كده. وممكن بديل القشطة ديت تحطي لبن، تمام. بس انا عشان ما عنديش سمنة فلاحي حطيت القشطة دي عشان تديها طعم غني زي بتاعة الحلواني بالظبط، تمام كده. هنلاقي السكر قفش كده ما تقلبيش هيدوب. وبعد كده هنحط كوباية الا ربع من المية. انا حطيت في الكوباية اللي مكانها قشطة مية، تمام كده، عشان تنزل القشطة اللي في المعلقة المتعلقة في الكوباية يعني اهو زي ما انتوا شايفين. هنلاقي السكر قفش كده، متقلقيش خالص، استمري في التقليب هيدوب معاكي بكل سهولة. بس انت قلبي كده زي ما انت شايفة، وقلبي خالص لازم يدوب تماما. هعتذر عن صوتي، تمام كده اهوت. داب معانا خالص اهوت زي ما انتوا شايفين. قلبي جامد لازم يدوب خالص خالص، ما يبقاش في اي كتل من السكر. دوبيه زي ما انت شايفة كده. صلوا على النبي، اذكري الله، قولي لا اله الا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. عندنا هنا كوبايتين من دقيق السميد، دقيق بسبوسة الناعم، عليه معلقة صغيرة من بيكنج باودر، عليه نص كوباية من جوز الهند الناعم. هنقلبه كويس كده، هنقلبهم مع بعض كويس زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هنحط المكونات السائلة على المكونات الجافة اللي هي كوبايتين دقيق بسبوسة ناعم، عليهم معلقة صغيرة بيكنج باودر، عليهم نص كوباية من جوز الهند المفروم ناعم. وهنقلب زي ما انتوا شايفين كده بالراحة من تحت لفوق، ما تزوديش في التقليب عشان يعني الجلوتين ما يشتغلش وتحجر. والله اغلبية المقادير بتبقى مظبوطة معانا كلنا، بس التقليب الزيادة هو اللي بيخلي البسبوسة ناشفة ومعضمة. قلبي من تحت لفوق كده زي ما انت شايفة بالراحة. واول ما تتأكدي ان ما عادش خلاص في تحت في الارضية حاجة، هنجيب صينية مقاس 30 او 26 حسب ارتفاع البسبوسة زي ما انت عايزة، بس هو مقدار 30 كويس قوي معاها، تمام. هنفضي فيها زي ما انتوا شايفين كده، ونسويها بقى بظهر معلقة. قولي لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. اهو زي ما انتوا شايفين سويناها في الصينية. هنجيب بقى معانا كوباية فيها شوية حليب او شوية مية، وهنبتدي نبل المعلقة فيها كده ونساوي زي ما انتوا شايفين. هتخلي وش صينية البسبوسة ناعم كده وزي المراية زي ما بيقولوا اهو زي ما انتوا شايفين، جميل قوي. احنا هنكون مولعين الفرن على درجة حرارة 200، يسخن يسخن معانا، وهنحطها على الرف الأوسط تاخد لون من تحت ومن فوق. هي أساسا يعني واخدة لون كويس في كراميل السكر، بس هي يا دوبك هتخش بس تتشمع كده في الفرن، تاخد لون من فوق وتحت، وتطلعيها من الفرن وتسقيها بالشربات. شربات البسبوسة بيكون خفيف مش تقيل. لو عايزاها متماسكة تقلي سن، بيبقى كوبايتين من السكر عليهم كوباية ونص من المية، عصرة ليمون. لو عايزة البسبوسة تبقى طرية قوي يعني ناعمة قوي، تحطي البسبوسة
المية السكر قد المية، انما انا هنا حطيت كوبايتين سكر عليهم كوباية ونص من المية وعصرة ليمون عشان عايزاها تبقى متماسكة شوية وانا بخرطها. تمام كده. لو وصلت لغاية هنا من الفيديو لا تحط لايك وتعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس على زر الكل عشان يوصلك كل جديد مني. تمام كده. لا حول ولا قوة الا بالله، كنز من كنوز الجنة اذكر الله. تمام كده اهوت. انا بكرر معاكم الفيديو تاني بقى المقطع ده عشان السكر الشربات بيبقى مهم ان البسبوسة تطلع معانا مظبوطة. تمام. نحط مع قشرة الليمونة كده عشان السكر ما يتكرملش اهوت. بتقوم حيشة الريم ده لان هو اللي بيسبب ان السكر بيسكر كده ويحجر معانا اهوت. اي ريم بيطلع على الوش بتشيليه. هنا كان الشربات غلي والبسبوسة طلعت معانا من الفرن ما خدتش ربع ساعة، ممكن من 10 دقايق كمان لو الفرن بتاعك حامي. خدت اللون الجميل ده. هنبتدي نحط عليها الشربات كله ونسيبها لغاية ما تشربه وتبرد خالص. انا بنتي بقى قالت لي يا ماما انا مش عايزه اكل البسبوسه كده، انا عايزه اكلها زي بتاعه الحلواني. البذر ده بذر الليمون تشيليه. وجبت لها بقى شوكولاته سيحتها على بخار ميه زي ما انتوا شايفين وابتديت ازينها كده. وكمان عملت عليها خطوط من الشوكولاته البيضه، سيحت برضو مكعبين شوكولاته بيضه وعملت عليها خطوط عشان تبقى شبه بتاعه الحلواني بالظبط. شوفوا قد ايه جميله، جميله جدا وكانت لذيذه جدا جدا جدا. ما خدتش معانا اي وقت. شايفين الجمال؟ صلي على النبي بقى واذكر الله. حط لايك واعملي شير للفيديو عشان غيرك يستفيد. شوفوا جميلة ازاي. تعالوا بقى نقطعها مع بعض ونشوف الجمال بتاعها. بصوا شايفين السكينة ماشية فيها ازاي؟ يعني زي ما بيقولوا زي السكينة في الحلاوة. جميلة جدا جدا جدا. شايفين اهي. هنبتدي بقى نطلعها. هنا بقى كان ابني مد صباعه في قلب البسبوسه، لازم يعني مش قادر يتحمل المنظر ده. جميل جدا اهوت حبايب قلبي. شايفين؟ بعتذر عن صوتي معلش تعبانه شويه. شوفوا قد ايه مرمله وجميله. انت ممكن وانت بتكرملي السكر لو مش عايزاها الدرجه دي تديها لون خفيف في الكرمله، بس هي كده جميله جدا. شايفين قد ايه حلوه؟ بنتي فرحت قوي باللي بالشوكولاته دي. ممكن تحطي فول سوداني، ممكن تحطي فستق، تبع امكانياتك. تعالوا بقى نشوف. شوف قد ايه مرمله وجميله من جوه واخده لون حلو. الاضاءه هي اللي ظلمها. شايفين؟ تعالوا بقى اوريكم قد ايه مرمله ودايبه وجميله. صلى على النبي واذكر الله وقولي لا اله الا الله. شوفوا جميله ازاي. عايزه دعوه بقى حلوه كده، يا ريت تجربوها. يلا حبيبتي بقى حط لايك عشان الفيديو يترفع، اشتركي في قناتي عشان يوصلك كل جديد. شايفين الحلاوه؟ والله يعني ما شاء الله، لوحه فنيه. يلا مع السلامه، مع السلامه حبيبتي.